ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا قد ورد في حديث عن علي بن أبي طالب في صحيح مسلم. هذا الدعاء أو هذا التوجه وارد في كلام علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اللفظ بعد تكبيرة الإحرام. ثم يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لا من فعل النبي ولا من تقريره ولا من قوله، وهكذا لم يروى عن أصحابه التابعين، وإنما استدل به الإمام المهدي أتى له بهذا الدليل. ثم يكبر فيقول الله أكبر ولا يقول الله أعظم، خلافا لأبي حنيفة فقال يجوز أن يقول الله أعظم، بل جوز أبو حنيفة أن يأتي بالتكبير ولو باللغة الفارسية فيقول خداي بيار، خداي بيار باللغة الفارسية بمعنى الله أكبر. قال أبو حنيفة لا مانع للإنسان الفارسي أن يقول خداي بيار ثم يقرأ الفاتحة، والصحيح أنه يجب أن الأذكار هذه تكون بلفظها، فالإيراني والفارسي والأفغاني والتركي والروماني وغيره والبربري يجب عليهم أن يحفظوا أذكار الصلاة باللغة العربية. مسألة ثم يقرأ ويبتدي بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فاتحة الكتاب وسور معها ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت القراءة مشهورا بها، وهو مذهب الهادي والشافعي وجماعة من العلماء. وقال الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة يأتي بها سرا، ولهذا إمام الحرم لا يأتي بها إلا سرا، والناس يفتجعوا ويقولوا كيف الصلاة هذا حقنا. أنا مذهبي لا مانع من الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، ولا مانع له أن يأتي بها سرا، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها حديث عن علي بن أبي طالب. ووردت أحاديث أصح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، أن النبي أسر بها، وهو حديث أنس بن مالك وغيره. عندي مذهبي أنه لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في علم أصول الفقه، ولا مانع للإنسان أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا مانع له أن يسر. فإذا سريت فأنا قد وافقت مذهب أبي حنيفة، ووافقت أنس بن مالك، ووافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء. وإذا جهرت بها فلا حرج علي، فقد وافقت الإمام الشافعي والإمام الهادي والإمام زيد بن علي، ووافقت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بل وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشهر بها كما في بعض الأحاديث. فالمسألة بسيطة لا تحتاج إلى تعصب كثير، الكل جائز. كما أن العلماء اختلفوا في تكبيرات صلاة الجنازة، فقال جمهور العلماء المذاهب الأربعة أنها 4 تكبيرات فقط، وقال الهادوية أنها 5، والذي بيصلي 4 صلاة غير صحيحة بل يضم إليها 5، وهم قالوا لا يصلي إلا ويأتي ب4، فإذا زيد الخامسة فصلاته كذا وكذا. والصحيح والراجح عندي أن الأحاديث واردة في 5 وواردة في 4 وكلها صحيحة، فلا مانع لي أن أصلي وآتي ب4، ولا مانع لي أن أصلي وآتي ب5، فلا تعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الإمام زيد بن علي، كما في مجموع الإمام زيد بن علي، كما هو أيضا مذهب الإمام ابن حزم الظاهري
كما في كتاب المحلى، كما أنه أيضا مذهب جماعة من العلماء أنا منهم أقول أن هذا جائز، بل قال الألباني يجوز ولو إلى الست، لأنه قد وردت أحاديث الست. ولهذا لما مات الألباني قبل المغرب من ليلة الجمعة وصلوا عليه في ثلث الليل، كبروا عليه 6 على مذهبه أن التكبيرات يجوز أن تكون 6، لأنها وردت أحاديث في ال6 التكبيرات، فالكل جائز، ولا تعارض بين الأحاديث الصحيحة مهما كانت فعل، فلا تعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم. يا قاضي، الذي رجحوا الإسر بسم الله يعني بقوة الأدلة قالوا هي أرجح يعني هذا وهذا قالوا أرجح من ناحية المتن، من ناحية المتن، لأن المثبت للجهل أرجح من المسر، والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، فقدموا الإثبات من ناحية المتن، وهذا قدموا من ناحية الإسناد. عندي كله جائز، كلا يصلي كيفما اشتاء، لله والسنة القبول، المهم الإخلاص والمحافظة على الحديث الصحيح. نعم، وعليكم السلام. في الباقي يدعي يدعي يدعي، لأن محل الصلاة هو الدعاء، ما بش مثل الدعاء، يدعي ولو بعدة دعوات أو يثني الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلصوا له الدعاء. فموضوع صلاة الجنازة الأدعية ولو بعد التكبير الرابعة وبعد الخامسة وبعد ما اشتهى. قال وهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة. اختلف العلماء في الآية في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كل سورة أو لا؟ قال بعضهم ليست بآية، وقال بعضهم هي آية من الفاتحة، وقال بعضهم آية من كل سورة. الصحيح أنه آية من كل سورة، بدليل أنها موجودة في المصحف العثماني الذي كتب أيام عثمان وأقرها الصحابة كلهم، وما يكتبوه إلا دليل على أنها آية من أول كل سورة. هذا هو مذهب الهادوية وجماعة من العلماء، وهو الراجح عندي. قال مسألة النص يحيى عليه السلام في الأحكام على إبطال الصلاة لترك الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الهادي يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام زيد وقال من أتى ببسم الله الرحمن الرحيم سرا لا جهرا فصلاته باطلة، زيد هكذا، وقال أن صلاته باطلة، مثل ما الحنبلية الذي يقولوا الذي بجهر من الشافعية والزيدي صلاته باطل، ولا يولوا في الحرم الشريف في مكة أو المدينة أو المساجد الكبيرة المرتبطة بوزارة الأوقاف إلا من كان حنبليا أو شافعيا سيتحمل في هذه المسألة. أما المساجد الذي بيعمرها التجار على نفقتهم فبيخلوا المؤذن والمصلي يصلي كيف اشتهى ويذم. أما هذاك الذي مربوط بوزارة الأوقاف لابد أن يأتي بسم الله الرحمن الرحيم سرا، فإذا جهر بها قطعوا معاشه. الإمام الهادي قال في كتاب الأحكام من أتى ببسم الله الرحمن الرحيم سرا فصلاته باطلة. احنا لا نوافقه على هذا، لا نوافقه. فإذا سمعته بين وضح كلام الهادي أو كلام الهادوية ما تتوهموش انه مذهبي وتقولوا قال العمراني الراجح كذا. اما هذا بنحكي لكم ما قال علماء المذهب وادلته، اما انا فاقول لكم مذهبي الشخصي كذا وارد على المذهب الذي اخالفه. انا ارد على هذا القول واقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصرار وثبت الجهل، فالكل جائز ولا تعارض بين افعاله صلى الله عليه وسلم. مسألة قال ثم يكبر ويركع. خرج الوقت، ولكن سأعاقبكم ب3 ساعات إلى مقابل أنكم أخرتوني وأخرتوا البث وأخرتوا
المكان وجيت والباب مغلق بابش من يقول ربي الله. حبنا تذاني وقد كنت شاتم واقول لصاحب الباص التاني احنا كلهم قد كنت شاقول للباص تفضل ارجع لي احنا كذا الحين، لكن بدا واحد من الطلبه وانا بعدها سليت كذا بين السلام ان شاء الله السلام. ولهذا ساعوض، لان اليوم الاول تركنا ساعه وفي اليوم الثاني تركنا نص ساعه واليوم تركنا ثلث ساعه. الفائده لكم الشيء، الفائده لكم مسألة قال ثم يكبر ويركع فيطمئن ظهره في ركوعه ويفرج بعضه ويسوي كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويستقبل بهما القبلة ولا يحرفهما على شيء من جوانبها ويعدل رأسه فلا يكبه ولا يرفعه حال ما يركع هكذا يركع هكذا، لا يصوب هكذا مثل ما يصوب الحمار حين يعنضط يفعل براسه هكذا، ولا يرفع هكذا. قال علماء الفقه بحيث إذا طرحنا وعاء ما ينتعش، إذا طرحنا الوعاء ما ينكعش، فإذا بيصوب ينكع وإذا هكذا ينكع. هكذا مثلوا للذي يركع، لا يكون هكذا ولا يكون هكذا قوي. مسألة ويقول في ركوعه سبحان الله العظيم، هكذا قال الإمام المؤيد بالله في التجريد والإمام الهادي في الأحكام والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام والإمام الأمير الحسين في شفاء الأوام والإمام المهدي في البحر الزخار والإمام المنصور صاحب الاعتصام قالوا هكذا. لكن الأحاديث تقول سبحان ربي العظيم، ولفظة سبحان الله بلفظة الجلالة ما وجدناش، فلهذا أقول مذهبي الشخصي أنني أقول سبحان ربي العظيم ولا أقول سبحان الله. جميع الأحاديث الواردة عن النبي بلفظ سبحان ربي العظيم، ولأجل هذا خطيت علي هذا الخط. أو إذا رأيت في كتابي خط هكذا فالمراد أن اختياراتي وترجيحاتي مخالفة. هذا سبحان الله العظيم وبحمده هذا لفظ الله وجدناها في شفاء الأمير الحسين وفي أصول الأحكام وفي الاعتصام وفي شرح الأزهار وفي التاج المذهب وفي غير من كتب الفقه المربوط بالدليل وغير المربوط بالدليل. بيقولوا يعني لفظ الجلالة أفضل من ربي، لأنه ربي يقول لك لأنها مشتقة. لأنك إذا قلت تدعي صاحبك ما تقول إلا يا علي يا محمد، ما تقول يا صاحبي، كذا في أصول الأحكام. لكن نقول ولكن النبي قال سبحان ربي العظيم، بين لنا كيف هي القصة. النبي قال سبحان ربي العظيم ولا ما قال هذا، قال في صفاء الأمير الحسين وفي أصول الأحكام إذا قلت ادعي صاحبك ادعي أخوك ما تقول يا صاحبي بل تقول يا محمد. وهذا قال سبح باسمك رب العظيم فتقول يا الله ما تقول يا ربي. لكن هذا بناء على أن ما ورد حديث، لكن ورد لنا حديث أن النبي قال سبحان ربي العظيم، وبناء عليه فالراجع عندي أنني أقول سبحان ربي العظيم وانتم اشتيتوا تقولوا كيف تقول في حبابه سبحان ربي العظيم، كيف تقول على السنة سبحان ربي، وانت كيف تقول في الشارع؟ لكن يا قاضي من دليلهم أول كنا نقول سبحان وانت ما تقول دليلهم يا قاضي عقلي ولا نقلي؟ كذا تينا الدليل. ايوه يعني ما بشبع عن دليلنا. قالوا فسبح بحمد ربك واستغفره، كيف يقول؟ قالوا سبح باسم الله، قل سبح الله تتيب الجلال. لماذا؟ التعليل حقهم هذا. إذا قلت ما فيش حديث في حق مجموعة الإمام زيد إلا عندهم قالوا خبرا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان الله هكذا. لكن هذا الحديث موجود في أصول الأحكام وفي شفاء الأمير الحسين، لكن ما وجدتش في كتب الحديث بعد البحث الشديد، ولا ما عندهم قال خبرا وروي عن النبي أنه كان يقول سبحان الله، لكن هذا الحديث ما لقيناش في كتب الحديث. قال
مسألة ويقول في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده 3 ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول سمع الله لمن حمده. مسألة قال وإذا اعتدل قائما خر لله ساجدا ثم قال الله أكبر ويبدأ بوضع يديه قبل ركبتيه على الأرض. هذه مسألة هل يقدم الإنسان ركبته أو يده؟ ما قد ستيت أنا وياه إلى الآن. بالنسبة لحديث مسلم الذي كان يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، هذه لفظة وبحمده وردت بأسانيد ضعيفة، ولكنها وردت في عدة أحاديث. قال بعض العلماء ينضم الحديث الضعيف إلى مثله ويصير الأحاديث الضعيفة كلها حديث حسن لغير لشواهده، وبعضهم قال ما دامه حديث ضعيف فلا لزوم إليه، فلا حرج الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم أو يقول سبحان ربي، إما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان ربي العظيم وعاد يقول بحمده. أنا ما عاد بينتش لفظة وبحمده ما دام أحاديثها ضعيفة ما بيش لزوم لها، لكن بعضهم قال انضم الحديث الضعيف إلى الحديث الضعيف وصار الحديث حسن لغيره، وأنا أقول ما بيش لزوم ولا هذا. فالإنسان مخير أن يقول وبحمده أو يترك لفظة وبحمده. هذا مستند إلى الأحاديث الضعيفة الذي انضم بعضها إلى بعض وصارت حديث حسن، وهذا قال لا لزوم إلى أن نضم الأحاديث الضعيفة ويكفي أن نقول سبحان ربي العظيم. أما قولك هذا فقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سمعت النبي يقول كان يقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك اللهم اغفر لي. هذا الحديث صحيح، لكن علماء المذهب قالوا هذا من خصائص النبي. قال العلامة ابن حريوة في كتاب المدمدم التيار المطهر للأسهار من أرجاس السيل الجرار قال أنه من خصائص النبي، والشوكاني في السيل الجرار قال ينبغي أن نأتي به ونحن نأتي به الآن، لكن أئمة الصرف في بعض الأحوال ما بيتركوا لنا فرصة، بنقول سبحان الله 3 مرات وهو يقول، وبعض الأئمة بيبطي لما نستطيع أن نقول نأتي بهذا، وبعض الأئمة ما بيترك لنا فرصة. قال مسألة يا شيخ يمكن أن يكون كدليل لهم؟ ما يمكن يكون دليل لهم يعني في هذه المسألة سبحان الله وفي قوله سبحان ربي العظيم وبحمده. كل جائز بنجمع بينهن، بين أقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبح قدوس رب الملائكة والروح، ثم أقول هذا اسمه هذا حديث عائشة، لكن في بعض الأحوال بنتمكن إذا الإمام بيطول، وإذا الإمام بيبركع ما بنستطيعش. قال مسألة وقال ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض. قال ويضع أنفه مع جبهته هكذا، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسجد على جبهته وأشار النبي إلى أنفه، دليل على أن الأنف يدخل في الجبهة وأن الإنسان يمكن بحيث إذا هو ساجد على صرفه بعدها يسقط، هذا مش يكون متراخي، يكون خاضع بحيث أن جبهته وأنفه خاضعات. قال إذا سجد على أنفه بدون هذا، إذا سجد على أنفه ويستاهل تجي جرب لنا اسجد على أنفك ولا تسجد على جنبتك وأنا أدي لك 5 مليون دولار. ايش وريني كيف تعال يا شيخ. الو
ايش؟ نلمة اين؟ نلمة ما تستطيع. دوام. لا أدري. أخذنا يوم قول. لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أنا حال ما تزوجت في تبصر الحريم وإذا هي ما أتسجش أيتولها وساد، بعثت الوساد وبعثت حتى أول الذي شبه القنباعي بديماه وقلنا تصلي ما شو عذر، العذر المرض. أما الحروية فليست بعذر أبدا. نبين على النساء ونبين على الشارع الذي بتلبس النساء أنه لا يجوز. نعم نعم. قالوا يا شيخ هيا أنجا قم سجد. قال في محاضرة عندي في زاد الخطيب ها؟ معك محاضرة عند أخواننا عمار المساجد في زاد الخطيب. وما أدري. وين ورد هدى وين أنت؟ منتظر بالباص. ما شاجيش أمس وعدوني وتركت أعمالي وما جشيش. اليوم الشمس يا شيخ. لا قالوا لي يوم الأحد. لا يوم الاثنين يا شيخ. ما شاجيش. في أمل نبي علي ما شاجيش، لأن أمس قالوا لي إنه يجوا ما جوش. قالوا يوم الأحد وقد كان معي موعد ضروري واتصلت بهم وما جوش والآن حرم. يا شيخ عفوا لأنهم قالوا لنا يوم الاثنين والله. أنت يا شيخ الطريق. أنا قد اقترمت. بلغهم السلام وقول لهم قد اقترمت. لا عفوا يا شيخ. لا إليك أنت تحب راسي. الله يحب راسي الذي. بس خلي الشيخ مندوبهم يفعلوا خير صراحة. من الأرض ويضع أنفه مع جبهته وليس وضع الأنف على الأرض بفرض ويخوي في سجوده ويمت ظهره ويسوي آراب أعضائه وينصب قدميه ويجعل كتفيه حذا خديه ويضم أصابعه ويفرج أباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبه ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبه. وإن كانت امرأة تضممت ثم قال في سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا. قلنا والذي في كتب السنة سبحان ربي الأعلى، لا سبحان الله مثل ما قلنا في الركوع. وهذه في كتب الفقه في المذهب الهادوي وفي غير من المذاهب يقول أن المرأة تبركض حال ما تصلي، لا تفتح أيديها هكذا ولا تسجد ومثل ما الرجل، بل إن حال سجودها توطي ظهرها هكذا في الكتب كلها. لكن الألباني يقول في آخر كتاب صفة الصلاة قال ما بش دليل صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر قال من الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم النساء وحكم الرجال سواء، وأن هذه استحسانات من بعض العلماء أو من بعض الصحابة أو من بعض التابعين. أما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم المرأة مثل حكم الرجل، أن حكم المرأة مخالف لحكم الرجل، فلا تفرق بأيديها وإبطيها ولا ترفع عجيزتها على رأسها مثل ما يرفع الرجل عجيزته، بل تبركض فيكون عجيزتها وظهرها متساويات. هكذا قالوا في الكتب الهادوية وفي غيرهم. لكن الألباني قال ما بش حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا، إنما هو استحسان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قال ثم يقعد فيفرش قدمها اليسرى وينصب قدمها اليمنى
ما بين السجدتين يضع رجل وينصب رجل. عند علماء المذهب الهادوي قالوا وجوبا، وهنا قال ثم يقعد فيفرش قدمها اليسرى وينصب قدمها اليمنى. قال في متن الأزهر وجوبا وإلا بطلت. مؤلف متن الأزهر للمذهب الهادوي قال أن النصب والفرش ما بين السجدتين واجب وإلا بطلت. وأما في حال التشهد فإنما جعلوه مندوب فقط، هيئة فقط. هكذا المنصوص لعلماء المذهب الهادوي أن النصب والفرش فيما بين السجدتين واجب، ومن لم يفرش وينصب بطلت صلاته. وأما في التشهد الأخير وفي التشهد الأوسط إنما هو مندوب. لماذا؟ لأنه قد وردت أحاديث في التورك. أنتم حال ما بتصلوا بتتوركوا أو لا بترفعوا تنصبوا. في الأخير في الصلاة الذي فيها تشهدين الأدلة تدل على أنه في التشهد الأوسط يرفع الإنسان رجلها اليمنى ويفرش اليمنى، يرفع اليمنى ويفرش اليسرى في التشهد الأوسط. أما في التشهد الأخير فوردت أحاديث تدل على أن النبي كان يتورك، أي يطرح وركه على الأرض ورجليه يبسطها وتخرج طرفها إلى الجانب الآخر. هذا هو التورك الذي ستقرأه في هذا الكتاب. هذا هو التورك المذكور في هذا الكتاب. أنت الكتاب هذا حالة يعني زحام الناس ما أصبح تتورك، أحيانا بعض الناس يتورك. قد قال العلماء هكذا، قالوا ما لم يكن الإنسان مزحوما في الصف فلا مانع له أن ينصب هكذا. هذا مبني على أنه ما بيزاحم من قبله، ولا أما إذا تضايقوا فلا مانع للإنسان أن ينصب ويفرش. هكذا يقول العلماء، لا مانع للإنسان أن ينصب. كما أنها قد وردت أحاديث في الإقعاء، وهو الذي يعمله الشافعية أو بعض الشافعية في عدن وغيره، حال ما يصلوا يقعوا. ما هو الإقعاء؟ ينصب الرجلين هذا ويكون عليها. قد بصرتوا الإقعاء هذا ورد حديث عن ابن عباس أنه قال من السنة، لكن في صنعاء ما نعرفهاش، حتى أنه وصل جبل عبد الناصر إلى صنعاء والناس بسروه بيصلي في الجامع الكبير في صلاة الجمعة، قالوا هو ذا سورة ما يعرف الصلاة، ما بيصلي ولا يعرف الصلاة. كنا ماشي، هذا مذهبهم يعملوا هكذا. وقد ورد في حديث ابن عباس أن الإقعاء من السنة ورد، لكن احنا إما بنرفع ونصب أو بندورك إلا مرة. الإقعاء قوم وريه. والبنات من يوريهن؟ ما درى الواحد هذا. الإقعاء الإقعاء من منكم خفيف الذي يستطيع يعمل الإقعاء بحيث أن البث يوصله إلى عند الطالبات. سوا قبل صلاة البث سوا. هذا هو الإقعاء. صلح الكيمرة. هذا الإقعاء ورد عن ابن عباس أنه قال من السنة.
هذا الإقعاء عمل به الشافعية، وقد شاهدناهم يصلوا هكذا ولا مانع، لكن الأحاديث التي وردت في الرفع والنصب والتي وردت في التورك هذا هي أشهر وأصح. أنا ما قد أقعيت إلا مرة واحدة في عمري. أنا حال ما أصلي في التشهد الأوسط أنصب رجل وأفرش رجل، وفي التشهد الأخير أتورك. لكن مرة في الحرم المشروع أن النساء يصلين وحدهن مثل ما بيصلين في المدينة المنورة، النساء وحدهن في جانب والرجال في جانب، ومعهم باب ممنوع دخول الرجال، فإذا دخل الرجل قاوي الشرطي يرده، كما أنها إذا دخلت برم من الأبواب الثاني الشرطي يرده، ومعهن مجموعة هناك. هذه مضبوطة في المدينة المنورة، لكن في مكة بس استطاعوا يشددوهن لأنهن بيجن عند الكعبة يطوفين، وبعدها تقام الصلاة في ساعة في انضمين ويصلين مع الرجال. وهناك مشكلة، أنا أحاول أهرب من بقعة لا بقعة لأجل لا تصلي شبرك بجانبي أو أمامي، ولكن مرة من الدهر ما ظهر لي إلا وقد كبرت ودخلت وجيت مرة صلت بجانبي، فاضطريت بعدها أنني أعمل الإقعاء هكذا لأجل إذا توركت أو فرشت أي لامست جسمها في الصلاة، ولهذا أقعيت إقعاء حالي لا بأس به، لا اتصلت بها. وبالحسن الحظ أنها امرأة أندونيسية من الأندونيسيين الصغار، هذا ذاك الذي سعى الضفادع. لو كانت مصرية إن قد كانت أتترف فوقي ما عاد استرش أصلي من كبرها. هذا هو الإقعاء هذا. وعد كنا وعليكم السلام ورحمة الله. كم لي منك؟ لا شوف دفر ساقط لي منك من يوم من العام السابق من أيام الدراسة، من حين وقعت الشهادة حق زوجتك. زمان قد حصلتك بعدها مرات. الله أعلم أنا ما عاد ذاك الله. هيا في أمان الله. الله يوفقك ويعينك وينور قلبك. هذا المنصوص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة تصلي بجانب الرجال أو تصلي أمام الرجال، وإنما تصلي خلف الرجال بالإجماع. لكن في المذهب الهادوي وفي المذهب الحنفي شددوا، قالوا فإذا صلت المرأة بجانب الرجل أو صلت أمام الرجل في الصف الأول بطلت صلاتها وصلاة من كان عن يمينها وصلاة من كان عن شمالها وصلاة من كان أمامها. هكذا سيأتي في المذهب الهادوي وهو المنصوص عليه في التجريد والمنصوص عليه في الأزهر هكذا. وبناء عليه فأكثر الحجاج صلاة باطلة، لأنه بغير اختيار بنصلي ما نجي إلا وقد صلى النساء تجاهنا ما بيقضعش، والشرطي يدلفن ما بيرضنش يطلع بهاي سيد المصريات تقفز له للشرطي ما إليك، وبعدها يرجع يستحي على نفسه يا حكي يا حكي يا حكي. فإن كان نسوان أهل اليمن ما بشرحا منهن ولا أسكن منهن عاد غربي بسرن من بعيد ويهربين ويسيرين عند النسوان. وإن كان الأندونيس الذليك يتخروضين، وإن كان المصريات قل لا أنا عاوز أصلي أنا مش بيتك بيت الله، أنا عاوز أصلي أنا عطيفة قال في مسجد الأزهر فإذا صلت المرأة في صف الرجال بطلت صلاتها وصلاة من كان عن يمينها وصلاة من كان عن يسارها وصلاة من كان
أمامها، لكن الشوكاني في السيل الجرار من قد كان لا أمامها، لا الظهر أمامها مالك. من سيصلي خلفها، من سيصلي خلفها، لأنه في بعض الأحوال بنصلي أمامنا نساء وبعضهم عاد لابسة بنطلون، عاد بالكلام فهذا. أما الشوكاني فلم يقل بهذا القول، قال هذا شيء محرم، لكن الفساد لا. من كان جاهلا أو كان بغير اختياره تلمره فلا إثم عليه، ومن كان متعمدا وجاء صلى بجنبها فهو مذنب عاصي، أما صلاته فهي صحيحة. أما الجاهل، لأن في بعض الأحوال أنا في طرف الصف وهي في طرف الصف، مش عارف أنا أنها في طرف الصف، أو مضطر أنا جيت وهي لحقتي وجيت تصلي بعدي وقدني في أثناء الصلاة. إذا كان الإنسان بغير اختياره أو كان غير عارف فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان متعمدا فصلاته صحيحة ولكنه آثم، ما باختلاف فني ما به. ما قد شاهدت إلا اليوم. هذا سيأتي في باب صلاة الجماعة. قال مسألة: فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعدا كبر وسجد السجدة الثانية فيسبح فيها بسبحها في السجدة الأولى وعلى ما ثم ينهض بتكبيرة ويعتمد على يديه حتى يستوي قائما ثم يمضي كذلك في باقي صلاته. مسألة ويحب له أن يعمل فوق هذا مسألة مثل ما بنعمل، ويحب له أن يقول آخرتين من الظهر والعشاء والركعة الأخيرة سبحان والحمد لله ولا إله أكبر. هذا الذي يقول أسهار ولا التسبيح أو الحمد وأيهما بالله التقل وعلنا أن هذا للحديث الصحيح حديث حيث قال صلى الله عليه في كل له إذا قمت إلى مركب تطمئن ثم قم لركعتين حافظ قولهم الله والحمد لله والرات حديث المؤمنين ضالب وجه طالب طالب يريد والله سلام صلاة هو جميع لأن النبي قال أن التي قال إلا
طالب دليل على هذا أمير بن علي مجموع زي أنا قد خط يقول والرقع الله ولا إلا الله هذا أهو هكذا في شرع الأصفار سوري يد بالله مخالف الفاتحة يقتضي التسبيح في كله عقد بالسنة فاكتب إذا بسم الله كلها دان التشهد المذهب علي وفي لله عمر بن عهد سميه هذا التشهد في عمل كبر الأم فيها التحية السلام عليكم أيها الناس إدخال مصادم أسماء على وعلى إحدى وعلى وفي
على محمد وعلى أصفار ثم كان حان ما نقولات وإذا ثم أشكر بندم وتوبل سيء بذلك عليكم في المنتهى ولا عينه فرس السلام عليكم قول السلام عليكم ورحمة الله قول الإمام أسود بقلب مشروع إلى رحمة الله آخره انتقض الواجب من الصلاة في
دعا بها إنما مسنون المسلمين تحيته ويفرق رابعة في الساعة الصقر قال له أخاف اختلفوا لقوا اختلفوا موجد هذا مد رحمت صلاته
يسجد وقال شرح لا يصح اللحمة حديث أو لا كان بالإجماع الضحك من هو صلى يسجد بعد